ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو زهقتوا من طريقة البانيه العادية وعايزين أكلة صحية في نفس الوقت تنفع لأصحاب الدايت، تعالوا جربوا البانيه أو الفراخ أو صدور الفراخ بالطريقة دي. بس لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة، وكمان صفحتنا على الفيسبوك تعملوا لها متابعة، بنزل عليها كل الوصفات. الوصفة دي بقى حققت المعادلة الصعبة: أكل صحي، أكل خفيف، طعمه رائع، تحفة جدا. أنا واثقة لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها أبدا، وتقدروا تقدموها بكذا طريقة. يلا بقى بينا نشوف الطريقة والمكونات مع بعض. أول حاجة عندي هنا معلقتين كبار من المايونيز. معلقتين كبار من المايونيز، بضيف عليهم معلقة كبيرة من الكاتشب، وبضيف عليهم علبة زبادي. المكونات دي بتكفي لنص كيلو من الفراخ. نص كيلو من الفراخ. بضيف عليهم كمان معلقة صغيرة من المستردة. طبعا الفراخ عندي متقطعة التقطيعة اللي انتي تحبيها. بضيف عليهم كل المكونات بتاعتي وبدخلهم التلاجة من ساعة لساعتين. هنا الفلفل الألوان أو الفلفل عموما ده مكون إضافي، تقدري تضيفيه براحتك أو تشيليه، ده بس بيرفع القيمة الغذائية. في طاسة بقى على النار ببتدي احط معلقة صغيرة من السمنة وبصلاية صغيرة، عليها شوية ملح وفلفل صغيرين مش اكتر من كده. اول ما بتصفر معايا ابتدي انزل بالخليط بتاعي الفراخ، وهتبتدي هنا ان هي تدخل في مرحلة التسوية. ما بضيفش اي حاجة، ده السوائل بتاعتها بتستوي فيها. لو حابين ان الصوص بتاعها يبقى اكتر من كده ممكن تضيفوا شوية لبن او شوية مية صغيرين، او من البداية تزودوا شوية في الزبادي. طعمها تحفة. آمم، مش قادرة اوصف لكم هي طعمها حلو قد ايه. يا ريت تجربوها وهستنى رأيكم في الكومنتات. ايوه، تقدروا تقدموها بطرق كتير مختلفة، في طرق تاني هقدمها لكم ان شاء الله في فيديو جديد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، بتنزل عليها كل الوصفات. وبالهنا والشفا، واشوفكم في فيديو جديد.